وهو مودي اخويا فين؟ حي؟ اخويا حي ولا ميت؟ يعني اخويا حي ولا ميت؟ احنا عاوزين نعرف ابننا فين، موجود ولا حي ولا ميت؟ احمد سمير ونمه. وانا تعبت والله قوي وزمني، لاني بقالي 6 شهور دلوقتي لا سمعت حس ولا خبر عني، ولا كلام ولا تليفون ولا اي حاجه. والله العظيم احنا تعبنا خالص. رحنا السفاره ورحنا الخارجيه وكلمنا الوزيره وكلمنا السفير، ما حدش عمل لنا اي حاجه خالص والله. معايا اكتر من 200 رساله تهديدات، وهضرب بالنار وهموت وهقتل وروحي اصل روح اخوك، والرسايل دي معانا واهل سمعوها والعمده بتاع القريه بتاعتهم سمعها. واللغز كله في ايد اشرف، اللغز كله في ايد اشرف. بعتنا ناس السجون عندكم، الكمساريه عندكم، بعتنا ناس كتير، ما حدش قال لك ما هوش في السجن. طب هو فين؟ هو السبب، اللي هو اشرف هو السبب. اشرف ده هو السبب، هو اللي واخد احمد ابني. احمد ابني بيصلي وعارف ربنا، هو اللي خده وهو اللي خفاه. اشرف هو اللي خاف احمد ابني، وابصم بالعشره وكنا مأمنينه وادينا له فلوسنا وامناه وصدقناه. وفجأة لقيناه بيضحك علينا ونصب علينا، وفجأة ما لقيناش احمد. لا بقى له 6 اشهر دلوقتي لا نسمع حاجه عنه ولا نسمع حس عن احمد ابني. انا عاوزه اسمع حسه. اللي قدامكم في الصورة ده مصري مختفي بقاله 6 شهور، مراته هتتجنن عليه واهله هيتجننوا واخواته مش عارفين يوصلوا له، ونزلوا قبل كده صورته على الجروبات اللي موجوده في فرنسا كلها ومحدش عارف يوصل له. انا هحكي لكم اللي حصل واللي هم قالوه، انا ما اعرفش اي حاجه غير اللي هم قالوه، متواصلين معايا بقالهم اكتر من اسبوع وبعتين لي رسائل وحاجات كتير جدا. الراجل ده من كفر حسان محافظه الغربيه مركز سمنود، بقاله هنا حوالي سنه تقريبا في فرنسا. شهر 2 اللي فات اختفى تماما. اخر مره مكلمهم في شهر 2 قال لمراته معايا 150,000 جنيه هبعتها لكم علشان تبنوا حاجه في البيت تقريبا. تاني يوم بالظبط كلمهم اللي كان شغال معاه من بلد اسمها ابو صير محافظه الغربيه، قال لهم ده ابنكم كان شغال معايا وخبط واحد جزائري في عينه وصفى له عينه والبوليس خده، فعاوزين منكم 240,000 جنيه عشان نقوم له محامي. المهم باعوا الذهب بتاعهم وباعوا كل حاجه عندهم وبعتوا له 240,000 جنيه وبيقولوا معاهم اثباتات بكل الكلام اللي حصل ده. وبعد فتره كلمهم تاني قال لهم ابنكم ما خبطش واحد جزائري ولا حاجه، ده ابنكم اغتصب واحده تحت السن القانوني وطلعت حامل منه في 4 شهور، والمحكمه حكمت عليه ب7 سنين سجن و10,000 يورو غرامه. تصرفوا لي في 10,000 يورو عشان ندفع له الغرامه ونحاول بعد كده نشوف له محامي عشان يخفف الحكم. قالوا له احنا غلابه وعلى قد حالنا، واخوه شغال في مطعم ومرات اخوه شغاله اللي مربياه والناس هتموت عليه، حتى لو غلط في اي حاجه عاوزين يعرفوا هو في السجن ولا اتقتل ولا اتخطف ولا ايه اللي حصل. طبعا بعد كده عمل لهم بلوكات على كلامهم ومش عارفين يوصلوا له، وقفل تليفونه او غير رقمه وقال لهم ماليش دعوه باي حاجه. والقصه فيها حوارات كتير، مافيا القصه فيها حوارات كتير. مهما كان اللي هو عمله الشاب اللي اختفى ده، مهما كان اللي هو عمله، اهله راضيين باي حاجه بس يعرفوا هو فين عشان قلبهم يرتاح. محبوس، اتقتل، اتخطف، ايه اللي حصل له. وانا حكيت الكلام زي ما هم قالوا، ولا زودت كلمه ولا نقصت كلمه، لان انا مش عارف اوصل لاي حد. كل لما اكلم حد على اللي هم بعتوا لي يطلع ايده من الموضوع. فطبعا الموضوع يبقى على السوشيال ميديا ونشوف الناس هتعمل ايه بالظبط، ونشوف ايه اللي بيحصل ده، ونشوف ايه اللي احنا بنعمله ده. ومستني ارائكم في التعليقات نعمل ايه وايه اللي هيحصل الفتره الجايه ان شاء الله.